الإيمان بالله والتوكل عليه من أهم أسباب زيادة الرزق. يقول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. سورة الطلاق 3. عندما يثق الإنسان بقدرة الله على الرزق، يفتح له أبوابا لم يكن يتوقعها. الخشوع والتقوى لهما دور كبير في زيادة الرزق. يقول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا أستارسك ويرزقه من حيث لا يحتسب. سورة الطلاق 2-3. التقوى تجعل الإنسان مستحقا للمزيد من النعم والرزق. الصدقة والإحسان من الوسائل الفعالة لزيادة الرزق. يقول الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. سورة سبأ 39. الصدقة تطهر المال وتزيده بركة. الدعاء والاستغفار هما سلاح المؤمن لجلب الرزق. يقول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. سورة غافر 60. الدعاء والاستغفار لهما أثر كبير في فتح أبواب الرزق. العمل والاجتهاد هما أساس زيادة الرزق. يقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. سورة النجم 39. العمل الجاد والاجتهاد في الحلال يفتحان أبواب الرزق.